تاريخ هذا البيت، أسس هذا البيت في عام 1354، ونظرا لبعد الأماكن اللي جلب منها الخشب وذا بدأ في عام 1361 وانتهى في عام 1366. يتكون من عدة مرافق أهمها الديوان، وهذا مقر اجتماع المشايخ وحل الخلافات والنزاعات. بعدها المخزن، وهذا يعد سلة غذاء للقبائل مثلا الفقراء والمعوزين واللي يحتاجون. بعدها الخلوة، وهي مكان اختلاء الشيخ محمد أحمد أبو صمة. المخزن هذا يعد سلة تجمع فيها الأغلال والحبوب، وللقاصدين للشيخ محمد أحمد أبو صمة سواء من مشايخ أو أفراد يقوم بتوزيع الحب منه في موقع أمام المخزن يسمى السمسرة. هذا السمسرة هو توزيع الحب، في منهم موجود يقوم بتوزيع الحب على المحتاجين. في مكان بيت الزيادة. بيت الزيادة هو المطبخ الذي ينصاب مثلا للضيوف وللمحتاجين وللأيتام والموجودين في بيت الشيخ أبو صمة. تقريبا مساحة المنزل إلى 50 في 50. يتكون من طابقين. الدور مثلا الأول يعد مثلا للأسرة، الدور مثلا الثاني يعد مثلا مجلس ومكان للضيوف. يتكون تقريبا من 18 غرفة. المسجد هذا تؤسس مع بداية بناء القلعة. المسجد هذا رغم مساحته ولكن في هذه الفترة كان يعد متسع كبير لصلاة الجمعة وكل صلاة. كانت موجودة صيانة بس نظرا لعدم توفر الأخشاب القديمة والتكلفة وأدى إلى بعض الانهيارات. ولكننا مثلا بوجود هيئة الآثار بإذن الله سبحانه وتعالى يتم تطويرها سواء من هيئة الآثار أو المستثمرين.